هل احنا بنشارك في الحصار؟ لا. طب ليه؟ يعني بالراحة خالص وبهدوء شديد. قطاع غزة شريحة من الأرض مساحتها أكتر من 350 كيلو بحاجة بسيطة يعني، لكن احفظوها 350 كيلو، بتطل على البحر وليها حدود معانا مواجهتها 14 كيلو. ليها منافذ يعني معابر مع إسرائيل ومع مصر. مع مصر في معبر اسمه معبر رفح، وده معبر أفراد. ومعبر آخر اسمه كرم أبو سالم، ده مع إسرائيل لصالح القطاع. طيب لو احنا فهمنا وفكرنا هنقول في معابر أخرى موجودة بين المعبر، بين القطاع وما بين إسرائيل. أدي واحد. اتنين، لو تفتكروا من سنة أو أكتر شوية اتكلمنا عن احتلال معبر فيلادلفيا، وقلنا إن ده خرق للمعاهدة، إن المفروض إن المعبر ده لا يتم وصول قوات عسكرية ليه. لما وصل المعبر فيلادلفيا ده أو ممر فيلادلفيا تحديدا، هو بيقفل تماما، لو في قوات من الناحية التانية يقفل تماما الحركة لمعبر رفح. باختصار شديد، إذا لو أنا عايز أدخل المساعدات دي هتخش من الأراضي المصرية للقطاع غزة عن طريق 5 معابر، مش معبر واحد. ولكن خلينا نتكلم عن المعبر اللي يخص مصر، اللي هو معبر رفح أو ميناء رفح البري زي ما بنطلق عليه. عشان تخش المساعدات لازم يسمح من الأراضي الفلسطينية إن المساعدات دي تخش. طيب المعبر ده على الجانب الآخر اللي هو الفلسطيني في القوات الإسرائيلية. وبالمناسبة خلال فترة الحرب تم تدمير المعبر ده 4 مرات وإحنا صلحناه. إذن عشان أدخل مساعدات لازم يسمح لي أن أدخل المساعدات بالتنسيق مع الإسرائيليين. طب الإسرائيليين لو مش عايزين ما أقدرش. فحد يقول لك إيه؟ لا اقتحم وخش. طيب اقتحم وخش يعني أنت بتطلب مني أن أنا أعمل عمل عنيف، مش كده؟ عمل عسكري يعني. طب أنا النهاردة هو مطلوب من مصر أن هي تدخل في حرب نتيجة يعني التطورات اللي حصلت في القطاع. أنا مسؤول عن المصريين وعن أمنهم وسلامتهم، وإن أنا ما أعملش مواقف وإجراءات تؤدي إن أنا يعني أأذي الدولة إلا إن فرض عليا فرض. إحنا ناس بندافع عن نفسنا بس، ما بنهاجمش حد. هل مطلوب من مصر إنها تهاجم؟ لا، إحنا بندافع عن نفسنا بس. طيب إذن عشان تدخل المساعدات لازم الجانب الإسرائيلي في الحالة دي يوافق. طب قبل كده كان في إيه؟ قبل الحرب دي، قبل 7 أكتوبر، كان القطاع طبقا لاتفاقية اتعملت في 2005 بيسيطر عليه
المعبر. السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي ومصر بيديروه. لما حصلت التطورات بتاعت 2005 وحماس بقت مسيطرة على القطاع، بقى اللي موجود على الناحية التانية حماس ومصر، وكانت الأمور بالتنسيق ماشية. دلوقتي بقى موجود قوات إسرائيلية لازم توافقني على أن أنا أدخل المساعدات. هي الإجراء كده. الحكاية كلها كانت الهدف منها أن هم يديكوا رسالة خاطئة تجاه القضية الفلسطينية بس. دي الحقيقة اللي هم كانوا عايزين يعملوها. يبقى هنا الرهان على مين؟ هم بيستهدفوا مصر، مش كده؟ يبقى المصريين يبقوا منتبهين، ولما نشرح الشرح ده يحفظوه ويرددوه ويكلموا بعضهم البعض. اللي مش عارف يقول اللي عارف، اللي عارف يقول اللي مش عارف، عشان كلنا نبقى عارفين ايه الحكاية. ولما النهارده بيتقال من ضمن المطالب بتاعتنا اللي ما انتهتش من اول ما بدأت الحرب لغايه دلوقتي هو ادخال المساعدات، كان الهدف منها ان احنا نخلي يعني ان المواطنين اللي موجودين والاسر اللي موجوده في القطاع لا تعاني من المجاعه او من المطالب اليوميه الحياتيه. بس انت عايز نعمل ده باجراءات انا اخش فيها بحرب مع الاخرين؟ يعني متعاطفين طبعا، نزعل على اشقائنا في فلسطين مفيش كلام، عايزين نساعدهم ايوه، بس ده صراع ولازم ننتبه ان ما حدش يورطنا في حاجه. هي دي الاجابه.